في الفيديو ده هتكلم عن مباراة النادي الأهلي وحرس الحدود وبيراميدز والأهلي السعودي والزمالك والجونة. يمكن النادي الأهلي فاز على حرس الحدود 3-2. أحرز الأهداف جراديشار وتريزيجيه وياسر إبراهيم. بالنسبة ده للنادي الأهلي والمباراة، قدر النادي الأهلي وحرس الحدود ضيع انفراد وضيع هجمات كانت خطر على الأهلي، وكان ممكن الأهلي يخسر المباراة دي. ده بالنسبة للنادي الأهلي، وقدر النادي الأهلي يطلع ب3 نقط غاليين. يعني مفيش فرق صغير وفرق كبير بالنسبة للدوري السنة دي، كل الفرق والله الفرق الصغيرة جامدة والفرق الكبيرة جامدة. ويمكن الحصان الأسود بالنسبة لوادي دجلة اللي كانت كمديرهم الفني محمد الشيخ. محمد الشيخ ديت 32 سنة، في لعيبة بتلعب في وادي دجلة 33 و34 أكبر من المدرب. والحصان الأسود ويعني عامل شغل جامد وكأول فريق. يعني يمكن كان لسه صاعد من الدوري الدرجة التانية للدوري المصري الممتاز. فمفيش فريق صغير وفريق كبير، الفريق الكبير بيتغلب والصغير بيتغلب وكله بيتعادل، متعرفش مين مع مين ومين هياخد الدوري ومين مش هياخد الدوري. ده بالنسبة للأهلي وحرس الحدود. بالنسبة لبيراميدز بيراميدز والأهلي السعودي، اللي قدر بيراميدز يفوز على الأهلي السعودي 3 أهداف إلى هدف بقيادة مهاجمهم الجبار الكونغولي، واللي هو من الكونغو الديمقراطية، واللاعب يانج أفريكانز السابق، وهو فيستون مايلي أحرز 3 أهداف مقابل هدف واحد أحرزه إيفن توني مهاجم الأهلي السعودي ومهاجم انجلترا، وكان يعني كان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي. وقدر بيراميدز بعد الفوز على اوكلاند سيتي والفوز على الاهلي السعودي قدامه مباراه متهيألي هيلعبها مع بطل امريكا الجنوبيه او حاجه زي كده يعني. والفايز هيلعب باريس سان جيرمان في النهائي. ده بالنسبه للاهلي وبيراميدز. فريق لسه متحدث، فشابوه لفريق بيراميدز وكل التحيه ليهم بصراحه على المجهود واللعيبه وكل حاجه. يعني المجهود وكل حاجة في الفترة اللي فاتت ديت اللي بيعملها بيراميدز. ده بالنسبة لبيراميدز. الشهادة لله تتقال وكل حاجة هيتقال، والواحد ما بيحبش يقول كلام ويزعل حد منه يعني. فهو الواحد بيطلع يقول اللي يرضى ربنا، مع ان الواحد ما بيشجعش غير الاهلي وبس. الحمد لله يعني. بالنسبة للزمالك والجونة، بعد نزول الزمالك في الشوط الأول وكان ماسك المباراة في خلال الشوط الأول مكسر الدنيا. ويمكن لاحظته في كذا ماتش للزمالك اللي بينزل في بداية الشوط يبقى مكسر الدنيا ويبدأ الشوط التاني يتراجع. فحاجة غريبة جدا إن يبقى بدأ الشوط وينزل الشوط التاني يتراجع. أحرز الهدف الأول عودة الدباك عن أسيست والأروع نصر ماهر، وتعادل لاعب كان بيلعب في ناشئين الأهلي وانتقل إلى الجونة، والمباراة انتهت 1-1.